السلام عليكم. انتوا سألتوني كتير على طريقة القعدة بتاعة الأباجورة دي. هي أغلبية الناس كلها عاملاها بطريقة، أنا بعملها بطريقة مختلفة شوية بس في النهاية عشان خاطر تقدر تشيل الشابو بتاع الأباجورة. أول حاجة هنشتغلها من تحت من هنا، هنشتغل 16 دايرة سداسية. يعني أول حاجة هنعملها 6 خرزات ونربطهم ونعمل عليهم 15 دايرة ونقفل في ال16. تمام، ده أول صف. دي احنا بنعملها في الآخر بعد ما بخلص شغلي خالص، بعمل الجزء اللي تحت. يبقى أول صف عملناه 6 خرزات ونربط، بعمل 15 وردة وأجي في ال16 وأقفلها. الصف التاني خماسي على 2، يعني باخد أول حاجة 3 خرزات على 2 من تحت، بعد كده خرزتين خرزتين لحد ما بقفل الصف خالص بخرزية واحدة. بعد كده بشتغل الصف اللي بعديه رباعي على 1، يعني باخد 3 خرزات على واحدة من تحت. بشتغلهم كام صف؟ ادي 1 2 3 4، ادي 5 صفوف. طبعا انا ممكن اطول على كده، انت براحتك. دول 5 صفوف رباعي على 1. تمام. برجع بعمل جسمها من فوق، برجع تاني زي من تحت، ببدأها خماسي على 1، سداسي على 2، تمام، سباعي على 2 اهي، سباعي على 2. بعد كده الصف اللي بعديها بشتغل مرة سداسي على 1، هي دي اهي، سداسي على 1. الواحد ده اللي هو بتاع السباعي، اللي هو البوز اللي طلع لي من الغرزة السباعية. بعد كده بشتغل خماسي على 2 في نفس الصف، يبقى مرة سداسي على 1، مرة خماسي على 2. هنشتغل الصف اللي بعديه العكس، هنشتغل خماسي على 1 اللي هي البوز اللي طلعت لي من الغرزة السداسية، واشتغل سداسي على 2 كده هنا اهي، خماسي على 1 والسداسي على ايه الاتنين. تمام، بنفس الشكل. السداسي هتبقى على 3، معلش انا اسفه، عشان خاطر ما بين السداسي والسداسي دي هيبقى طالع لي 3 خرزات، يبقى سداسي على 3 خماسي على 1. الصف اللي بعديه هيبقى سباعي على 3. حتى هي هتعمل معايا الصف لما خلاص هلاقيها عمل معايا كيرف كده 3 خرزات متجمعين مع بعض، هشتغل عليهم سباعي، يعني احط اول مره 4 خرزات واخد 3 من تحت. الصف اللي بعديه سداسي على 2، سداسي على 2 يعني هاخد 4 خرزات على خرزتين من تحت. اللي بعديه خماسي على 2، خرزتين من تحت واحط عليهم 3 من فوق. بعد كده هعيد نفس الحكايه، هعمل رباعي على 1، 3 خرزات على واحده من تحت، هعمل صف 2 3 4 5. برضو ممكن تطوليها عن كده، ممكن تقصريها عن كده براحتك، دي حاجه ايه ترجع لي. بعد كده هرجع اعمل تاني خماسي. دي بقى إيه طريقتي انا اللي هي مختلفه عن القاعده بتاعت الاباجوره اللي هي بتتعمل، اللي بيعملوا لها عواميد تطلع من الجناب ويوصلوها بالشاسيه، فهي مع الوقت بتطرى والشاسيه بيبقى تقيل عليها وبتتعوج يمين وشمال. انما دي كده الشاسيه بتاعها هيتقفل عليها، يعني هينزل عليها، هتحطيه عليها فوقيها على طول، مش هيحتاج ولا يروح يمين ولا شمال، تقدري تشيليه في اي وقت وتحطيه في اي وقت. بعد ما هنعمل الصفوف الرباعيه بتاعتنا هنشتغل خماسي على 1، سداسي على 2، سباعي على 2. تمام، وصلنا لحد السباعي على 2. هعمل اخر صف معايا، وطبعا انا عايزه كل ما شغلي ده كله يبقى ايدي مشدوده قوي فيه. هشتغل رباعي على 1، رباعي على كل خرزايه من السباعيه اللي هم طالعين بره. انا عندي 3 خرزات اهم طالعين لي بره، ادي 1 2 3، هشتغل عليهم وادخل بايدي الشغل. يعني مثلا انا ما اشتغله هيبقى مفتوح كده كده، لا انا اسويه بايدي، امشيه فوق كل خرزايه، هيديني زي كانه شكل الورده كده، خرزه داخله طالعه داخله طالعه بالشكل ده. طبعا واظبطها بايديا. تمام، يبقى الشكل كده. طبعا احنا عايزين نركب لها لمبه، هنيجي من جوه من هنا، هنعمل طبعا نجيب الدويل بتاعنا ونشتغل حواليه غرزة رباعية صفين 2، وهثبته هنا في النص، واجيبه من هنا لهنا بغرزتين رباعي، ومن هنا لهنا غرزتين رباعي، ونفس الحكاية هنا، بحيث ان انا اعمل له شبكة من جوه زي شبكة العنكبوت كده، صف 3 صفوف والدواية في النص طبعا. وهركب اللمبة، والسلك بتاعي هينزل من تحت، اطلعه من تحت من هنا واقدر اوصله.
واتمنى ان تكون ان الفكره وصلتكم، لانه كتير جدا جدا بيسالوا القعده بتاعه الاباجوره، القعده بتاعه الاباجور. هي دي القعده. الاختلاف اللي ما بينها وما بين اي اباجوره تانية زي ما انا قلت الجزء اللي فوق، يعني هم بيعملوها لحد الرباعي دي وبيقفوا على كده ويطلعوا لها عواميد من الجناب. طبعا عواميد دي خرز، مع الوقت طبيعي هتريح، اللي هتتقل حد يخبطها هتقع. انما لما هتعمليها بالطريقه دي من فوق، هي يا دوب الشاسيه هتنزليه عليها هيفضل شايلها اهي جامده، مهما تعملي فيها يمين او شمال فهي ايه جامده معاكي. وطبعا لما تشتغلي وايدك تبقى مشدوده تبقى كويسه معاكي. وان شاء الله اكون افدتكم. كانت معاكم ام ايه. اي استفسار طبعا احنا مع بعض على الجروب، جروب مفارش خرز كريستال، وتحت امركم في اي استفسار.